كلكم بقى بتخافوا تعملوها من اسمها، بس هي سهلة جدا. تعالي يلا هنا على طول، هاتيلي حبايتين من البتنجان، بس ما تنسيش تسمي بالله وتصلي على الرسول، ونشوف الطريقة ازاي. وزي ما قلتلك هعملها لك بأبسط طريقة، سهلة جدا وهتعتمديها على طول. في الاول كده كان معايا حبايتين من البتنجان، حطيتهم كده في الاير فراير، تقدري تعمليهم على عين البوتاجاز، تقدري تعمليهم في الفرن زي ما انت عايزة، المهم ان هم يتشووا معانا. ابتديت اعمل خرام كده للبتنجان وحطيتهم في الاير فراير، او زي ما قلت لك تقدري تشويهم باي طريقه بقى انت تفضليها، ينفع على عين البوتاجاز وينفع في الفرن. وكمان حطيت قرنين فلفل وطماطميتين وكام فص كده من الثوم، وشويتهم زي ما انتوا شايفين. طبعا هنسيبهم لما يبردوا، وبعد كده نبتدي نقشر البتنجان معانا، هيتقشر معانا بسهولة. الفكرة بقى هنا في الاير فراير ان هو بيخلي القشرة معاكي ما تبهدلكيش الدنيا، هي دي بس الفكرة. لكن هو نفس شوية البوتاجاز، ما بتختلفش اي حاجة عنه، او في الفرن على الشبكه. هنقشره وبعد كده هقول لكم بقى نعمل ايه، بس صلوا على النبي في الكومنتات. وكمان قولوا لي من اي بلد بتشوفوني، وهسيب لكم تطبيق حلو قوي تحت في الكومنتات بجيب كل الافكار دي من عليه. ما تنسيش بقى تحمليه عندك، هيعجبك قوي. هسيبهولك في تعليق مثبت تحت الفيديو. بعد بقى ما قشرت البتنجان بالشكل ده هقطعه بالسكينه كده زي ما انت شايفه قطع صغيره. طبعا انا بشتغل فيه وهو سخن، انت هتسيبيه يهدى شويه وبعد كده تشتغلي فيه. هنقطعه بقى ايه رفيع خالص، وبعد كده هبتدي بقى اروح جايه كده عليه لحد ما اتاكد ان هو اتفرم معايا تماما زي ما انت شايفه. لو لسه ما حطيتيش لايك بقى يا ريت تحطي لايك بنيه الافاده كده، وعلقي معانا بالصلاه على النبي علشان كلنا نكسب اجر انا وانتم. حطيته بقى في طبق، وبعد كده جبت الفلفل بتاعي والطماطم اللي اتشووا وفصين التوم. هنبتدي بقى نقشر الطماطم والفلفل ونقطعهم تقطيعه برضو رفيعه كده بالسكينه. عايزه اقول لكم ان الطريقه سهله جدا، هتعجبكم قوي، بتاكلوها بره وبتعجبكم وتعرفوش هي معموله ازاي. لا دي سهله جدا جدا جدا، هتحضريها في ثواني. خلاص انا هنا كده قشرت الفلفل بتاعي، كمان تقدري تحطي فلفل حار لو انت بتحبيه، لكن لو في اولاد صغيرين هياكلوا من الاكل فبلاش فلفل حار علشان ما تبقاش حامية عليهم. هنقطعهم بالشكل ده وننعمهم خالص زي البتنجان بالظبط. تقدري بقى كمان تاخديهم وتلفيهم لفة في الكبة، بس هي بتبقى احلى كده. والثوم برضو قطعته كده، وانا مش عايزه الثوم مفروم، هو حلاوته كده. هنقلبهم كويس قوي مع بعض بالشكل ده، وبعد كده هنفضيهم على البتنجان. عايزه اقول لكم الوصفه دي سهله جدا، ومن حلاوتها ما فيهاش اي مكونات. هنحط شويه من الكزبره وشويه من الكمون وشويه من الملح وشويه من الخل وعصير ليمونه بقى او اتنين زي ما انت عايزه. وزي ما قلت لك لو بتحبي الحامي حطي، هيبقى تحفه، بس لو الولاد هياكلوا منه بلاش منه. خلاص كده خلصناها. لو شايفه بقى ان الوصفه حلوه وعجبتك، دي سلطه الراهب، قولوا لي عندكم بتسموها ايه. حطينا بقى في الاخر كده شويه من الزيت. وما تنسيش بقى تعملي فولو وتعملي لايك وشير، وتقولي لي كمان من اي بلد، وهسيب لك التطبيق تحت في الكومنتات، هعمليه عندك هتستفادي منه.